العلبة اللي قدامكم دي برغم ان هي صغيرة الا ان هي بتسبب لي يعني سعادة غير طبيعية. يعني نقدر نقول ان اللقمة او الساندوتش اللي قدامكم ده مصدر سعادة بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير. عايزة اقول لكم ان احنا هنعمل فسيخ في البيت بطريقة احترافية جدا وزي المحلات. وبجد انا مش طالعة اقول لكم اعمل لكم الفيديو ده واقول لكم بطريقة احترافية والكلام ده كله. انا عايزة اقول لكم ان ده سر الصنعة. وعايزه اقول لكم ان انا واحده من الناس اللي اشتغلت في الفسيخ. والحقيقه يعني انا بفكر تاني ارجع لمشروع الفسيخ بما انه مشروع مربح جدا جدا. وعايزه اقول لك ترندي قوي اليومين دول على الفيسبوك. تعالوا بقى نعمل مع بعض الفسيخ في البيت بطريقه فعلا بسيطه قوي وبدون اي عقد. سمكة التخليل بجيبها سمكة بوري او ممكن طبار مفيش مشكلة. البوري والطبار بيتحدقوا بس السمكة البوري بتطلع لحمتها حمرا وزبدة كده وطعمها في منتهى اللذاذة. هنا ببدأ ان انا اجيب السمكة البوري الاصلي. السمكة دي بجيبها بصراحة نتي. يعني انا دايما بفضل ان انا اخلل او احدق السمك الناتي اللي بيكون بطنه زي ما انتم شايفين بالشكل ده جاية بجنب كده او معوجة كده بطنه داير ما يدور. دي سمكة بنسميها سمكة انثى او سمكة نتي. بجيب السمك البوري الكيلو 3 حبات. بغسله كويس قوي وبسيبه كده في مصفى في صينيه في اي حاجه ينشف او يمتص الميه بتاعته او الميه اللي عليه تنشف لحد اخر اليوم. مثلا لو جبت الظهر بسيبه لحد المغرب او العشاء كده ينشف خالص. وبعد كده ببدا ان انا احضر معايا الخلطه دي عباره عن ايه ملح وكركم وشطه بس مفيش اكتر من كده. 4 معالق من الملح او 5 معالق من الملح. 3 4 معالق من الشطه ومعلقه كبيره من الكركم. وبس خلاص بقلبهم مع بعض. طيب بعد ما بتجيبي السمك وتنشفيه تغسليه وتسيبيه ينشف كويس قوي. مثلا 3 4 10 ساعات مثلا. يعني انا بفترض لك عدد ساعات يعني كتير عادي مفيش مشكله. انا اهم حاجه عندي ان هو ينشف كويس قوي. ببدا ان انا اجيب مناديل مطبخ او فوطه وابدا ان انا انشف برضك النخشوش اللي هو الدماغ بتاعه. اتاكد مليون في الميه ان النخشوش ما فيهوش اي دم خالص وانشفه كويس قوي. وابدا ان انا احشيه بالخلطه اللي قدامكم دي اللي هي ملح وكركم وشطه بس والله ما فيش اكتر من كده. ابدا ان انا احشي النخشوش بتاعه كده واحضر اكياس معايا. الاكياس اللي قدامكم دي اخر كيس في قلب ال الاكياس دي كلها اللي انا بحط فيها اوريدي الفسيخ او البوري. بكون رشه فيه في القاع بتاعه شويه من الملح والشطه والكركم الخلطه اللي انا عملتها دلوقتي معاكم. ببدا ان انا ارش كده شويه في القاع وببدا ان انا ارص ال3 سمكات بعد ما بحشيهم او بحشي النخشوش بتاعهم بالشكل ده. وببدأ ان انا اطلع كده الهواء من الكيس الاخير اللي هو الكيس اللي محطوط فيه الفسيخ. وببدأ ان انا اربط الكيس ورا كيس ورا كيس زي ما انتم شايفين بالشكل اللي قدامكم ده زي يعني بالظبط زي ما بعمل كده. واقفل كويس قوي واطلع الهواء تماما. الهواء يا جماعه لو ما طلعتش الهواء من الاكياس بيعمل حاجات مش كويسه ابدا في الفسيخ والفسيخ بيفشل معاكي. وبعد كده بحطه بقى في علبه في طبق في صينيه براحتك خالص وبغطيه بحاجه تكون ضغطه الكيسه. يعني مثلا انا حطيت على الاكياس بتاعتي طبق كده يعني ايه حبك الفسيخ. عايز تحطي طوبه عايز تحطي اي حاجه تكون حاجه تحبك اكياس الفسيخ مش اكتر. وبالظبط في الحر اللي احنا فيه ده ناخد بالنا في الحر اللي احنا فيه ده بيقعد معاكي الفسيخ 3 ايام الرابع بتاكلي منه. يعني اول يوم بيتحسب معانا. مثلا لو انا عملته السبت فانا بخلله السبت. بفوق ده معايا السبت الحد الاثنين التلاتة انا باكله. التلات بيكون معاكي مظبوط 100% على الشعرة بمعنى اصح. الاربع ممكن تلاقيه ها يعني ملحه ها شوية مظبوط مثلا او فوق المظبوط. الخميس هتلاقيه حادق شوية الناس اللي بتحبه حادق. فالتلات بالنسبة لي طعمه بيكون في منتهى اللذاذة مستوي معايا وملحه مظبوط 100%. زي ما انتم شايفين كده فتحت على الفسيخ وخليته. انا من الناس اللي بتحب الفسيخ مؤخرا بقيت بحبه مخلي عليه قرون شطه كده وشويه زيت زيتون. يعني حاجه كده قمه في السعاده. وزي ما قلت لكم العلبه دي بالنسبه لي سعاده كامله فعلا بتخلي يومي كده يعني يوم فرح ويوم زقططه كده اللهم بارك يعني.
انا عايزه اقول لك ان انا قلت لك كل اسرار الفسيخ، مفيش اسرار تانية اقدر اقولها لكم. انا عملت لكم فسيخ الصيف ان شاء الله، وامرك يا رب اذا احيانا ربنا هعمل لكم فسيخ الشتاء. وانا متاكده ان انتوا هتاكلوا احلى فسيخ من ايديكم في البيت. اعملوا بس الطريقه دي او مشوا على الطريقه بتاعه الفسيخ القمر ده، وان شاء الله هينجح معاكم. لو في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا اكيد هرد عليكم. ابعتوا لي على المسجات، برد على كل الناس عادي جدا، مفيش اي مشكله. اشوفكم ان شاء الله على خير في رعايه الله في فيديو جديد. مع السلامه.